بيقول لك الحكومة المصرية هتدي المصريين فلوس كاش، ملايين من المصريين هياخدوا فلوس كاش. وده اللي هو الدعم، التحول من الدعم المادي للدعم النقدي. يعني الحكومة باختصار بتفكر وبتناقش موضوع ان هي تدي للناس اللي بتاخد دعم دي، بدل ما ياخد بقى زيت وسكر ورز ومكرونة، تاخد فلوس كاش. لكن لسه مش عارفين هتاخد فلوس دي قد ايه، وكل فرد هيبقى نصيبه ايه. وهل رب الأسرة هو اللي هياخد الفلوس بتاعة الأفراد اللي بياخدوا الدعم في الأسرة، ولا كل واحد لوحده هياخد دعمه في إيده، ولا الدنيا ازاي، ولا هيتحسب على أسعار التضخم دي، ولا الدعم ده هيبقى شكله عامل ازاي وقيمته قد ايه. هما لسه بيناقشوا ده في الحوار الوطني، وغالبا هيتطبق من بداية السنة الجديدة أو على نص السنة الجديدة. وده على فكرة من ضمن تعليمات صندوق النقد الدولي، التحول في الدعم لدعم نقدي بدل الدعم المادي، مش من دماغهم يعني.